مساء الخير. عاملين ايه؟ كويسين؟ غايبة عنكم بقالي فيديوهات كتيرة جدا، ظروف وتعبانة وكده. عاملين ايه؟ كويسين؟ وحشتوني. النهاردة جايبة لكم فيديو حلو جدا، بس اللي ما يعرفنيش انا اسمي هانية سمير. ما تنسيش تعمل اشتراك ولايك، وتعالوا ورايا هنعمل العظمة اللي انتوا شايفينها دي. تحفة جدا وسهلة جدا وبسيطة، مش هتاخد وقت ولا مواعين ولا كركبة في الشتاء اللي احنا فيه ده ولا اي حاجة. يعني بصوا، شايفين الرز طالع عامل ازاي؟ الرزة مستوية ومفلفلة وتحفة. الفراخ مستوية واخدة حقها في السوا وشكلها تحفة. تنفع معاكي بقى في العزومات، تنفع معاكي في يوم انتي تعبانة فيه مش قادرة تقف في المطبخ كتير. ويلا نبدأ الوصفة. معانا دلوقتي بصلة مبشورة، 2 طماطم مبشورين، معانا دبس رمان معلقة كبيرة، معانا معلقة فلفل أسمر، معلقة ملح، معلقة توابل برياني، بتجيبيها من عند أي عطار. وتبتدي ايه تحطي الكلام ده، معلقة خل، معلقة بابريكا، وتبتدي ايه تفرمي الكلام ده كله مع بعض، وتفرجي على النتيجة اللي انت شفتيها دي. الناس كلها هتقولك العظمة ده. ومعانا ايه؟ ربع كوباية زيت. ونبتدي نضرب الكلام ده ونركنه على جنب. نحضر بقى الوصفة بتاعتنا الأساسية، وتعالوا نشوف هنعملها ازاي. معانا معلقتين 3 زيت، معلقة سمنة بلدي أو أي نوع سمنة انت تحبيه. ومعانا رز مغسول، مجين رز مغسولين. وهنبتدي نقلب الكلام ده كله مع بعض. كله ايه لسه محطناهاش على النار، كله على النشف. ومعلقة ملح، معلقة فلفل اسمر، ومعلقة الرز البرياني اللي هي التوابل. وهنبتدي ايه 2 لومي، ومعلقة او لا نص معلقة كركم عشان اللون ما يبقاش اصفر اوي. خليها نص معلقة على الكوبايتين. لكل كوباية رز بتاخد 2 كوبايتين مية، فدولت 4 كوبايات مية على الكوبايتين رز. وهنبتدي نقفل عليهم ورق زبدة، ورق فويل، زي ما انتوا شايفين كده. يعني انا عايزه اقول لكم مده التحضير بالظبط ما تعدتش معايا 10 دقايق، لو يعني بالظبط من غير التصوير. بالتصوير بقى بياخد وقت شويه. هنبتدي بعصايه الشيش طاووق وهنخرم، وهنبتدي نرص الفراخ. ما تقوليش ان الميه هتطلع، ما تقوليش ان الفراخ هتنزل على الرز هتبوظ، لا، زي ما انا عامله بالظبط اعملي واتفرجي على النتيجه في الاخر. اتفرجي، الناس هتنبهر بيكي قد ايه هو بس بترفع كده وتشوف الرز والفراخ. تحفه جدا. وهنبتدي نحط التتبيله دي بتاعتنا وهنقفل عليها بورق زبده، ورق فويل، على الفرن تحت الاوسط، يعني مش الاوسط، تحت الاوسط بالظبط، على درجه حراره 200. ونسيبها بقى. هتاخد لها ساعه، هتاخد لها ساعه وربع بالظبط، يعني لغايه ما هي ترفعي عليها تلاقي الوش بقى احمر زي العسل. وهيلاقي تلاقي الرز كده مفلفل. الصوص اللي نازل من الفراخ تحفه، وبالهنا والشفا.